يا مساء الخير على جميع مشاهدي قناة هي. معاكم الدكتور محمد طارق من تاني حلقتنا من برنامج فالاري. زي ما عرفنا المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، فالاري يعني ايه؟ اللي هو كورس كامل متكامل لعلاج مشاكل البشرة. ازاي بقى اللي انت هاو تو يوز ذا برودكت، ازاي تقدري تستخدمي المنتج بتاعك عشان توصلي لاعلى نتيجة. ازاي هنمشي معاكي خطوة بخطوة في الحلقة ديت عشان توصلي للنتيجة اللي انت عايزاها من بعد ما تشتري كورس فالاري وتستخدميه. اول حاجه عندنا الغسول. غسول البشره بنسيبه لمده دقيقه على البشره، وبنكون قبليها غاسلين وشنا بميه، بتكون البشره مبلله. بنبدا نسيب الغسول لمده دقيقه. تاني حاجه معانا هو كريم التفتيح اللي احنا بنستخدمه، سواء بقى لو عندي بقع كتير او تصبغات او كلف كتير بستخدمه مرتين في اليوم، توايس ديلي. تمام، مره الصبح ومره بالليل. دي بقى تاني خطوه بعد الغسول. في بقى عندنا الكورس منقسم لكورس نهاري وليلي. النهاري اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الغسول وكريم التفتيح. عندنا بقى الليلي هنيجي للانتي ايجنج كريم اللي هو بديل الفيلر. طبعا ده بنستخدمه بالليل على البشره، بنفرد البشره كده بالكريم. هو كربوماير، الفيسكوس بتاعته خفيفه جدا فبنفرده، ومن عند الجبهه هنا بحركه دائريه عشان نقدر نوصل لاعلى نتيجه. طيب وبعد كده عندنا ايه بقى؟ الاي كونتور سيرم اللي هو بتاع الهالات السوداء والانتفاخات والخطوط الرفيعه. ده بنستخدم الصباع دوت، بنعمل بيه تابنج كده تحت العين، بنسيبه بيبدا يشد معانا تحت العين كاننا عاملين فيلر روبوتكس. بس اهم حاجه ما نتعرضش للاضاءه، حتى لو نور الموبايل او حتى لو نور الاوضه. بنحطه قبل النوم. ليه بقى؟ عشان الريتينول بيتكسر، بيحصل له ديجريديشن بسبب الضوء. نيجي تاني للموسترايزنج كريم اللي هو المرطب. المرطب ده بستخدمه في اي وقت، عايز ارطب ايدي، ارطب وشي، عادي جدا معايا. وعندنا كمان المقشر. المقشر بيستخدم من مرتين لثلاثة في الاسبوع. تمام، بيشيل الجلد الميت وبيعمل لها ريموفنج. تمام، بستخدمه بقى على ايدي، على وشي، على رجلي كمان. لو في مشكله في جلد الوزه بيبدا يشتغل عليها. والديرما رولر بستخدمها مره واحده في الاسبوع، وبستخدم بعديها كريم الكولاجين. ويبقى كده عرفنا يعني ايه نستخدم كورس فاليري عشان نقدر نوصل لاعلى نتيجه. وزي ما قلنا ان الاي كونتور سيرم بنستخدمه قبل النوم، طبعا علشان نشتغل على الهالات السوداء والانتفاخات والخطوط الرفيعه. وما ينفعش نستخدمه في الضوء. ليه؟ عشان الريتينول بيحصل له ديجريديشن، بيتكسر مع الاضاءه حتى لو نور الموبايل. ومعانا المرطب. المرطب طبعا دوت الموسترايزنج بنستخدمه في اي وقت عشان خاطر يرطب ايدي، يرطب بشرتي، يكون في نضاره بدل ما يكون في جفاف. الجفاف دوت بيقتل البشره زي الارض كده، ما ينفعش الارض تعيش من غير ميه. المرطب بتاعك هو ميه بتاعت بشرتك. معانا كمان السكراب. السكراب ده مقشر بيستخدم عشان يشيل خلايا الجلد الميته. خلايا الجلد الميته الخلايا عموما بتتجدد كل 21 يوم. عشان اقدر اوصل للنقطه ديت ويجي خلايا جديده فريشي، حاجه فريش كده معايا، بستخدم السكراب لمده 3 مرات في الاسبوع، يوم بعد يوم. بستخدمه على ايدي كده مده دقيقتين بدعك بيه، او على بشرتي، او على رجلي كمان لو في مثلا زي معظم الستات بتعاني من جلد الوزه. وطبعا معانا خطوه مهمه جدا 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 بالنسبه لي في الروتين دوت، وهي استخدام الديرما رولر. ان انا لما بستخدم الديرما رولر بقدر احفز الكولاجين اللي في البشره، وبعد كده بحط كريم الكولاجين فبيديني نضاره، فبيبدا يملى الخطوط ويملى الوش معايا، فبيشيل التجاعيد، بيبدا يشتغل على اثار التجاعيد، وبيبدا يشيل على كرمشه الوش والنضاره، فوشي بيبقى مفرود ووشي يبقى مليان، خدودي مليانه كده. وكمان عندنا فرشه الغسول، دي بستخدمها البراش ديت بستخدمها مع الغسول. تمام. وزي ما قلنا ان دايما بيكون معانا شهاده الضمان. وبكده تكون انتهت حلقتنا في برنامج فاليري، واتمنى ان انا اكون فدت حضرتكم، وان شاء الله دايما مع بعض في حلقات تانية قادمه.